السلام عليكم. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة السبانخ ديت بأسهل طريقة، والسر بقى في الطشة بتاعتها. النهاردة هعملها لكم مختلفة تماما عن اللي انتم متعودين عليها. اول حاجة هجيب كده السبانخ، هقطعها زي ما انتم شايفين كده اهوت حتت صغيرة. اول حاجة انا غسلاها كويس جدا، وبعد كده قطعتها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. انا كان عندي حوالي 2 كيلو من السبانخ. هقطع الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة ديت، المهم تكون صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى يلا بينا نعمل التسبيكة بقى بتاعت السبانخ بتاعتنا. هحتاج حلة كده على النار، حطيت فيها كده مكعبين زبدة وشوية كده من الزيت، حوالي معلقة. وبعد كده هكون محضرة بقى بصلاية كده وسط مقطعاها حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى على الزيت والزبدة بالشكل ده، وهفضل اقلبهم لغايه ما يتشوح معايا. واول ما البصلايه تدبل معايا كده وريحتها تطلع، هنزل عليهم كده بمكعب مرقه، دي اختياري بس انا بحب اعمل الحركه ديت وانتوا عارفين دايما بعملها في وصفاتي. بقلبها كده بالشكل ده، اديلها تحميره كده مع البصله. بعد كده اول ما توصل معايا بقى بالشكل ده، يكون متحمره سنه البصله كده، بحب احمرها شويه. هنزل عليهم كده بشفشق من الطماطم، حوالي كيلو من الطماطم. ونزلت عليهم كده برشة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة كده من الملح. وهقلبهم كويس جدا وهغطي عليهم. طبعا هو النور قطع، فانا هكمل بعد ما النور يجي. بعد كده بعد ما اتسبكت معايا بقى الصلصة بالشكل ده، هقلبها تقلبتين. بصوا كانت متسبكة معايا خالص. اهم حاجة تكون الصلصة متسبكة كويس جدا، ميبقاش فيها مية خالص. بعد كده هنزل بقى بكمية السبانخ اللي عندي، هقلبها تقلبتين كده. بعد كده هغطي عليها الغطا علشان تدبل معايا خالص. بعد كده جبت بقى ايه الطشة بتاعتنا المميزة بجد. هجيب كده حوالي 5 أو 6 7 فصوص توم كده، ههرسهم زي ما انتم شايفين كده. بحب ادقهم في الهون، بيطلعوا الزيوت بتاعتهم كده، بيدي طعم جميل خالص. بعد كده شفت بقى السبانخ كانت دبلت معايا، والصلصة بقت بصوا بقى فيها صلصة. اول ما تحطوها تحسوا ان هي ما فيهاش صلصة خالص، بس اول ما تسيبوها شوية بتنزل بقى المية بتاعتها وبتستوي في المية بتاعتها. بعد كده نزلت عليهم بمرقة ومعلقة صغيرة تاني كده من الملح، ولو احتاجت ملح تاني زودوه. بعد كده بقى رحت اعمل الطشة. جبت كده طاسة كده صغيرة، حطيت فيها كده مكعبين من الزبدة، حطيت فيها بقى التوم اللي انا فرمته معاكم، ومعلقة كده صغيرة من الكزبرة الناشفة. طبعا احنا متعودين نعملها بالكزبرة الخضراء، بس انا بحب اعملها خالص بالكزبرة الناشفة زي الطشة كده بتاعة الملوخية. وبعد كده هطشها بقى على السبانخ، واول ما اقلبها هغطيها شوية، وبعدين اقدمها معاكم بقى مع الرز الابيض. ممكن تقدموه كمان مع الرز بشعرية، بس انا بحب اكلها مع الرز الابيض. وزينتها زي ما انتم شايفين كده، بجد كانت منتهى الجمال. كان طعمها جميل جدا ومميز جدا. وطبعا هي غنية بالحديد، يعني لازم نعملوها. الطريقة ديت هتحبوها حتى لو ما بتحبوهاش، هتحبوها وهتعملوها هتعتمدوها ان شاء الله. يا رب يكون الوصفة كانت سريعة عليكم كده. ابقى خلصت معاكم الفيديو، واشوفكم المرة الجاية بفيديوهات جديدة. وزي ما احنا متعودين هسيب لكم كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.